لقيت الأمهات كلها على السوشيال ميديا عمالة تدور على الحاجات بتاعة المدرسة واللانش بوكس والحاجات دي كلها والمستلزمات اللي بيحتاجها أولادهم في المدرسة. قلت طب حلوة قوي، أنا هعمل لهم الفينو يعملوه بالشكل اللي هم عايزينه بالحجم اللي هم عايزينه، مش مشكلة. فأنا قلت لهم هعمل لكم بقى إيه العجينة اللطيفة واللي هتوفر عليكي وممكن تشيليه في الديب فريزر كمان. زي ما انتم شايفين كده يعني طالعة ناجحة جدا جدا، ممكن تعمليها صغير تعمليه كبير. انا عملته كبير عشان ولادي ما عنديش حد في المدرسة. خلونا ندخل على التجربة على طول. ده باكيتة خميرة حطيتها في الطبق اللي انتم شايفينه، وهحط عليها معلقة من السكر طبعا عشان نشغل الخميرة يبقى لازم سكر، وممكن عسل نحل على فكرة، عسل نحل او عسل اسود مش هتفرق. تمام، انا عندي كوباية حليب، ودي الكوباية الحليب الوحيدة اللي انا هستخدمها في الوصفة. خدت منها شوية وحطيتهم على السكر والخميرة، وابتدي اقلبهم مع بعض وادوبهم خالص، وهسيبها طبعا تشتغل مع نفسها شوية. طبعا انا عملت الكلام ده لسه مش شربتش القهوة بتاعتي، فقلت ايه هجهز الخميرة كده واحطها على جنب شوية عبال ما ايه اعمل فنجان قهوة. طلعت على البلكونة عشان اشوف الزرع اخباره ايه واحط له مية، فلقيت الهوا موقع فرع كده وكسره، رحت واخداه وجبته معايا ودخلته جوه وحطيته في كوباية وفيها شوية مية وحطيتها قدامي وانا بشتغل. ده نوع من الصبار لونه بيربل زي ما انتوا شايفين، لونه تحفة جميل جدا يعني. نركنها كده على جنب ونعمل القهوة عبال ما الخميرة تشتغل مع نفسها. جبت الكنكة بتاعتي وحطيت فيها معلقتين من البن، وخدت فورتهم على البوتاجاز، وهتشربوا احلى فنجان قهوة على الصبح يظبط الدماغ. وطبعا القهوة يعني لازم نعملها بمية باردة، لازم وضروري اعملي القهوة بمية باردة. اتفضلوا. طبعا لازم نظبط الدماغ عشان نعرف نشتغل. واتفاجئت ان في 3 عيون جوه فنجان القهوة، ربنا يستر. الخميرة خلاص طلعت، وزي ما انتم شايفين بقى شكلها عامل ازاي تحفة. انا بحب الشكل ده جدا جدا جدا. طبعا ما هنش عليا ان انا اسيب الحاجات في الطبق، فقلت لا لازم اخدها كلها. دي نعمة يا جماعة طبعا. تمام، نركن الخميرة كده على جنب بعد ما خلاص كده اطمنا عليها، ونجيب الدقيق بتاعنا اللي احنا لازم نكون نخلينه كويس جدا جدا يا جماعة. من نجاح العجينة ان احنا يبقى فيه هوا جوه الدقيق. دول 3 كوبايات دقيق من الكوباية اللي انتوا شفتوها بتاعت الشاي. هحط عليهم ذرة الملح، وده مهم جدا، احنا لازم نحط ذرة الملح دي في اي معجنات. مش شرط عشان احنا هنعمل سندوتشات مالحة او بتاع، لا، لان الملح بيشغل العجينة او الجلوتين اللي موجود في الدقيق. هجيب الخميرة بتاعتي وانزل بيها على الدقيق، وطبعا مستحيل اسيب الشوية اللي موجودين في الطبق يعني خسارة. هجيب باقي شوية الحليب الموجودين في الكوباية وهنزل بيهم بالشكل ده، وابتدي اقلب في الطبق لغاية ما انزل كل الخميرة اللي موجودة عشان نستفاد بيها طبعا. تمام زي الفل كده. احنا استخدمنا كوباية حليب وكمان بيضة، يبقى كل المكونات بتاعتنا عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، شوية من الزيت اللي انتوا شايفينهم، بيضة، خميرة، معلقة سكر، وكمان كوباية من الحليب. وهنحط شوية صغيرين من المية، لو حسينا ان العجينة جامدة شوية لا نحط شوية مية كمان. يعني حطيت حوالي نص كوباية من المية، يعني مش هما دول بس، لا حوالي نص كوباية كمان. يلا نستخدم ايدينا بقى عشان نحس بالعجين واحنا بنعجنه.
هافضل ألم في العجينة بالشكل ده وهكون حريصة ان انا اقعد يعني اعجن فيها حوالي 7 8 9 دقايق. خدي راحتك خالص، بالذات العجين بيحب قوي انك تقعدي تلتي وتعجني فيه. جبت البولة اللي انا عجنت فيها وحطيت فيها فرشة من الزيت، وهنزل بيها بالعجينة بتاعتي واسيبها تخمر حوالي ربع ساعة بالكتير او نص ساعة ايا كان. عايزة اقولك معلومة، نجاح العجين بيتوقف عليه حاجتين: مدة العجن ومدة التخمير. التخمير لو زاد عن اللزوم العجينة بتبوظ، لو قل عن اللزوم برضو العجينة بتبوظ. ده حقيقة. هننزل بيها كده وهنبتدي نقطعها. انا عملتهم كده حوالي ست ارغفة وواحد صغير. وعلى فكرة الست ارغفة دول كبار، انا عملته عشان انا ما عنديش اطفال صغيرين، لكن انتي طبعا عشان المدارس هتعملي نص الكورة دي. تمام، دول 6 أرغفة وواحدة صغيرة، انتي ممكن تعملي 12 رغيف. ركنتها 5 دقايق وابتدي اشتغل افردها بالشكل ده. ما تحطيش دقيق كتير، انا بس يا دوبك رشة بسيطة عشان ما تلزقش في المفرش بتاع السيليكون. وبعد كده ابتدي افرد بالنشابة او بايدك، ما فيش مشكلة خالص، وابتدي اسويها بالشكل ده انها تبقى مستطيل او مربع، وابتدي اسحب الجوانب كده زي ما انتوا شايفينها عشان اعرف الزقها في النهاية وابرمها. وكل ما ابرم يعني لفة اقوم ضغطة بايدي كده عشان ما تفكش مني. اللفة دي هدفها انها تدخل الهواء ويبقى فيه مسامات وتبقى شكلها لطيف. هجيب صينية مدهونة بحاجة بسيطة من الزيت وهرص فيها الفينو بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. وهجيب بيضة عليها شوية من الحليب وشوية من النسكافيه وشوية كمان من الخل، وادهن الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايزة اقول لكم انا طبعا مشغلة الفرن، وطالما ده خبز يبقى لازم على 200 درجة. انا عملت 3 بالسمسم و3 من غير سمسم، وطبعا اكيد عرفتوا ليه، عشان انا عندي جزء بيحب السمسم وجزء لا. ودي النتيجة اللي انتوا شايفينها. ده الحجم على فكرة بتاع المدارس، هيبقى حلو قوي قوي وممتاز بالنسبة للأطفال. يلا يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى لايك وشير كده وحاجات حلوة منكم، يعني دعم يكون لطيف منكم. شكرا.